آخر شيء بالدنيا توقعته أنت تتخلى عنه. ليش؟ ليش تسوي بينا؟ مو الناس حبتك والناس رايدتك، ليش؟ إذا لو وياك مو زينين صير أنت أحسن، مو تعوفنا وتروح. ليش هيك يا ياسر قاسم؟ ليش تعوف المنتخب؟ أحب أذكرك بشغلة واحدة، ترى اللاعب راس صدر لمسة، بهالسهولة تريد تعوفنا؟ تتذكر أول مرة من جيتنا للمنتخب كنت حتى عربي ما تحكي، لغتك الأم كنت بدأ تحكيها صحيح. يعني تكتيكي اي لازم اكون ريزولت، الريزولت اني اريد، اني عندي اعرف ان مرات نسوي بلان ونشرب شاي وننام. ليش كذا؟ ما ادري يعني على الوزن يعني؟ يمكن على الذهب. وبعدين شفت نفسك بسبب زملائك واخوتك بالمنتخب ايش قد تعلمت من عاداتنا وتقاليدنا الاصيله. انت باحضان اصدقائك وزملائك تعلمت تطق اصبعتين، انت لو باقي بلندن مستحيل كان تعلمت تطق اصبعتين. انت اصلا ما تقدر تتعلم هناك لا تهز ولا تلعب شوبي ولا ترقص خشابه. انت لو باقي يمنا الكاس العالم الجاي احتمال كان لقيناك بالعيد بالزوراء. خوب انت جيت لبغداد وشفت الاجواء هنا. هذا ياسر قاسم لو مصطفى الحجي. عمي زين عفت المنتخب ورجعت لولايتك، جيتين بعد البغداد نلقاك وراها راجع لندن بيدك عصا سيلفي وواقف يعني ياسر قاسم. الله ربكم ايش قد احبكم، مثل ما تشوفون احنا حاليا يم ملعب ويمبلي وهذه النفايات. عمي زين رحت. عموما احنا نحب نقول لكل الرياضيين بأن المنتخب العراقي ما يوقف على اللاعب. العراق ولاد للنجوم وللمواهب، مثل ما راح ياسر واي واحد يترك المنتخب. احب اقول لكم المواهب موجوده، فرصه عند المغتربين. احنا حاولنا الحمد لله والشكر نجحنا ان نقنع مهاجم مغترب اخر يلعب للمنتخب العراقي، هو عنده جنسيه كل الصعبه حصل عليها، مهاجر من العراق صار له فترة، هو عنده الجنسية البنغلاديشية، هو هداف الدوري البنغلاديشي، عنده 6 أهداف ب 51 مباراة، لأنه يعني هو غالبا ما يلعب، يعني مرة ينزل و10 مرات عنده أعمال صيانة ملعب ينظفها، بس لاعب نجم حقيقي. هسه بس تشوفوه تستمعون إليه. هو كان عنده بعض الشروط يريد يفرضها، لكن الآن اقتنع وراح نستضيفه بمؤتمر صحفي نعلن انضمامه للمنتخب العراقي. يلعب المحاصرون هكذا بالعناد يغلبون، هكذا يلعب المحاصرون هكذا بالعناد يغلبون. إن تكن لعبة لهم فإنها لنا قتال. أنا والجمهور بالبداية نحب نرحب باللاعب المغترب حسين البنغالي، ونقول لك يعني احنا فرحانين بوجودك، وريدك تعرف نفسك للجمهور. أول شيء أنا أحكي إنجليزي مكسر. قصدك عربي مكسر؟ العفو، عربي مكسر. ما لك علاقة، تحكي بالإنجليزي، حضرتك تحكي باللغة الإنجليزية. أوكي. وأنا راح أترجم للجمهور. أوكي. تفضل. How are you? Thank you. And you? Fiber glass. يونس داي. بداية اللاعب يحب يقول للجمهور بأنه سعيد بالانضمام إلى أسرة المنتخب العراقي لكرة القدم، وهو فرحان أنه راح يكون يرتدي هذا الشعار. يعني How are you? Thank you. And you? Fiber glass. يونس داي. اللاعب جدا مستاء من طريقة إدارة المنتخب حقيقة، يقول لا يعني المفروض منتخب بحجم العراق المفروض تديره يعني إدارة أفضل، والمفروض يتعاملون اللاعبين بمسؤولية أكبر. How are you? Thank you. And you? علاوي. Thank you. And you? Fiber glass. يونس داي. يقول احنا يعني نتأهل إلى كأس العالم
وهذه هي خطتنا المستقبليه بعد انضمامي للمنتخب. Hey, how are you? So thank you, Andy, Fiberglass Yunus Day. هو يوعد الجمهور حسين البنغالي بانه راح يقدم افضل ما عنده من اجل المنتخب الوطني العراقي. شو تحب تقول بالختام للجمهور العراقي؟ How are you? So thank you, Andy. How are you? يا علاوي how are you? خويا thank you. Fiberglass يونس داي. شكرا جزيلا. شكرا. ويلكم يو ويلكم. تفضل. بس بين نجم يعني.